الاهلي المونديالي يوقف طموح انتر ميامي. فعلا بجد الاهلي النهارده وقف طموح ميسي ووقف طموح انتر ميامي، لان النادي الاهلي الشوط الاولاني كان المفروض يكسب 3-1، كان المفروض يكسب 4 كمان واحد، لكن النادي الاهلي ضيع من ايده مكسب مهم. وفعلا التوفيق النهارده خانهم. انا عمر شيتوس الزملكاوي، هتقول لي ليه بتقول كده؟ لازم اقول كلمه الحق. انا زملكاوي لحد النخاع، عشان كده انا بقول الحق. فعلا انا طول عمري بدافع عن نادي الزمالك وضد اي حد يجي على نادي الزمالك وضد اي حد اهلاوي يغلط في نادي الزمالك، لكن انا لازم اقول الحق. النهارده الاهلي فعلا مونديالي، النهارده النادي الاهلي فريق متكامل، كامل متكامل. بعد كل الصفقات دي النادي الاهلي النهارده انا بتفرج على ماتش اوروبي. الشوط الاولاني ضيع من ايده مكسب مهم. الشوط الاولاني لولا ضربه الجزاء اللي ضاعت من تريزيجيه كان زمان النادي الاهلي دلوقتي فارق بكتير. لكن الشوط الثاني ميسي رجع يشتغل تاني، عشان كده انتر ميامي عمل هجمات كتير الشوط الثاني، وكان الشناوي البطل. الشناوي حارس مرمى عالمي. انا فعلا بقول ان الشناوي مفيش منه في مصر اتنين، الشناوي واحد بس، حارس مرمى النادي الاهلي الاساسي وحارس مرمى منتخب مصر الاساسي، واحنا في الزمالك ما عندناش اخوه نهائي. انا لازم اقول الحق. عشان كده فعلا النادي الاهلي النهارده شرف الكره المصريه. انا بقول ان مفيش حد بيلعب باسم مصر غير المنتخب، لكن النادي الاهلي النهارده في امريكا شرف الكره المصريه. فعشان كده انا بقول ان فعلا النادي الاهلي ضيع من ايده مكسب مهم، وكمان اصابه امام عاشور اثرت وادت الفرصه لزيزو ان هو يبان الشوط الاولاني ولعب وظهر الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني الفريق كله تراجع. عشان كده ميسي اشتغل ورجع وخلى الشناوي يتألق. انا لسه ما خلصتش كلامي على النادي الاهلي ولا على المباراه. انا اتكلمت في حاجات كتير قوي وحاجات كتير قوي هتشوفوها في الفيديو كامل. روح على البايو هتلاقي اللينك بتاع الفيديو كامل، دوس عليه وخش اتفرج على الفيديو. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو. وحابب اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.